المسلمين الواقع مع سيد السويد ذات نفسه صاحب محلات توحيد والنور. ما يكون هو ينتمي لإيه يعني ما أعرفش. تمام. دي مش قصتي لأن أنا ماليش في السياسة يعني. القصة كلها إن أنا كنت نازل من ضمن قوة تنفيذ أحكام. أنا طبيعة عملي إن أنا بشتغل في اسم عابدين في ولاية المباحث في مكتب تنفيذ الأحكام. فكنا نازلين في المأمورية مكلفين بيها إن إحنا ننزل بنجمع الأحكام، بنعمل عليها تحريات وبنجمعها وبيتم القبض عليهم. كان بصحبتي ضابط نقيب مصطفى محمود، وكان معايا الأمين عصام والأمين رجب، وكان معايا بعض من زمايلي. فرحنا لمقر شركة التوحيد والنور واللي هي موجودة في حارة باب اللوق مع شارع شريف. تمام. وسط البلد. تمام. فكنا رايحين لمقر الشركة عشان ننفذ أحكام على 2 من مقر الشركة. لو تحب حضرتك إن أنا أقول يعني يا ريت حضرتك تذكر اساميهم، وحضرتك كنت نازل تنفذ احكام محكومين عليهم بكام سنه، يعني القصه بتاعتهم. هم الواضح إن هم اتنين إخوات، وهم واحد الأولاني اسمه محمد عمر عبد الكريم، رقم قضيته حصر 11/48 سنة 2013، ورقم القضية 2314 سنة 2012 جلسة 7/5/2013، ومحكوم فيها عليهم بغياب سنة عن تهمة الإتلاف وغياب سنة والنفاذ عن تهمة الضرب، لأن هم متجرين تهمتين في الحكم. تمام. واخدين سنة عن كل تهمة. والتاني اسمه صلاح عمر عبد الكريم في نفس القضية برضه محكوم عليه بنفس الأحكام. فتوجهت لمقر الشركة. الضابط اللي معايا اداني تعليمات زي ما أنا قلت في النيابة بالظبط، اداني تعليمات إن أنا أنزل أسأل عليهم، ولو لقيتهم هو هيركن عربية الشرطة، السواق اللي معانا هيركن عربية الشرطة. ممكن حضرتك تذكر لي اسم الضابط اللي كان معاك في المأمورية؟ اسمه النقيب مصطفى محمود. تمام. تمام. ضابط محترم جدا يعني، ضابط تنفيذ الأحكام عندنا. فرحنا، أنا نزلت لوحدي، دخلت على فرد الأمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عرفت بشخصيتي، أنا الأمين فلان الفلاني. تمام. من اسم عابدين مكتب تنفيذ الأحكام، ومعايا حكمين عايز أقابل المسؤول عشان أعرف إن أنا مش هخش. لازم أعرف إن هم عنده مثلا حوالي بتاع 4000 ولا 5000 عامل شغال عنده في المكان ده بالذات. تمام. ده مقر الإدارة. ففوجئت بالحاج سيد، على حسب ما هم بيقولوا له يعني الحاج سيد السكوتي نازل من على السلم. اوعى يا ابني انت من وشي. فانا بقول له انت بتقول لي اوعى من وشي ليه؟ انا مش انا الامين فلان الفلاني. تمام. قال لي يعني ايه انت بتقول لي ان انا امين شرطه؟ جاي لي يعني ايه انت جاي لي تعمل لي ايه يعني؟ قلت له والله انا جاي انفذ احكام على ناس هنا في الشركه. فوجئت بقى اللي هو تعدى عليا بألفاظ غريبه ما ينفعش طبعا اللي هي تتقال. يروحوا تشطروا على البلطجيه اللي بيضربوكوا على قفاكوا، ويروحوا تشطروا على البلطجيه اللي انتوا مش عارفين تقبضوا عليهم، جايين تاخدوا موظفين من عندي. تمام. من الشركه وجايين تشطروا عليا انا. ففوجئت بان هو قطع البيسي وابتدى عليا بالكاس كان في ايده. كنت حضرتك ساعتها كنت جوه مقر الشركه لوحدك، ولا كان معاك القوه اللي انتوا كنتوا نازلين بيها؟ لا انا ما دخلتش مقر الشركه، انا القصه كلها كانت بره من على البوابه بره؟ على البوابه الرئيسيه. على البوابه الرئيسيه. يعني انت كنت داخل لوحدك، كنت بتسال على الاثنين والقوه كانت مستنيه بره، ما كنتش داخلين جوه؟ انا بسال فرد الامن. بسال فرد الامن بتاع الشركه على اي مسؤول عشان اقول له البيانات اللي معايا دي. تمام. موجودين، انا اصطحبهم للاسم وبيتم معاهم الاجراءات القانونيه. تمام. وبيتم عرضهم على النيابه ويعملوا معارضه وخلصوا اجراءاتهم. تمام. بس ادي القصه كلها. ولما هو اعتدى عليا ومسك فيا وقطع لي قميصي، فجه الظابط وجت الامنا جري، كان على بعد مثلا حوالي بتاع 10 متر مني.
فجم جه الظابط بيكلمه بيقول له انت بتعتدي على الامين بتاعي ليه؟ قال له يعني ايه بعتدي على الامين بتاعي ليه؟ وفضل برضه يعني يقول الفاظ مش كويسه، انا محدش يقدر يجي هنا، انا لمت ولا الوزاره بتاعتي، يعني كلام والفاظ ما ينفعش ان هي تتقال. فانا رديت عليه والله العظيم ثلاثه هو ده اللي حصل بالفعل، البلد دي فيها قانون وانا هاخد حقي بالقانون. تمام. فالظابط اللي معايا بيقول لي يعني ما تخافش يا امين محمود انا هجيب لك حقك. قلت له يا باشا انا لازم اعمل محضر من تمام. الواقع. امم. وقمت متصل على الفور ب 122 دي رقم نجدة القاهرة. تمام. رد عليا امين شرطة، فقلت له عرفته بنفسي، راح مديني المشرف وراحوا باعتين لي بعتوا البلاغ على اسم شرطة عابدين، وبعد كده راحوا جايبيني بعتوا لي. انا ما رضيتش اغادر مكان الشركة لان هم انا عارف ان هم ممكن ينفقوا لي اي حاجة، وما رضيتش اغادر المكان وانا واقف قدام الشركة الا لما تيجي النجدة عشان تحرر الواقعة عشان تشوف الواقع. بالفعل. تمام. فجه ظابط تاني، جالي ظابط تاني اسمه حسام العشماوي، النقيب حسام العشماوي، ظابط محترم جدا وهو معاون معانا في اسم عابدين. كان جه فرد النجدة فقال لي طب اتفضل انت ايه اللي حصل؟ فحكيت له، ده معاون اول الاسم، فانا قمت حكي له وزمايلي راحوا حكوا له الحاج سيد اعتدى عليا وشتمني بالفاظ مش كويسه. فعلى الفور طبعا راح واخد قال لي طب اتفضل اركب العربيه ونطلع على الاسم ونحرر المحضر. انت فيك اصابات؟ قلت له انا فيها اصابات، فيها اصابه في دراعي الشمال وفيها اصابه في صدري. وبالفعل خدنا بعضينا كلنا ومغادر المكان بالظابط اللي معايا في المأموريه وبالامناء. وكان زاد علينا النقيب حسام العشماوي وفرد النجد اللي كان جاي لي. وطلعنا لما وصلنا للاسم حصلت مفاجاه غريبه من نوعها. فوجئت باربع اشخاص اعلنوا عن شخصيتهم اللي هم محامين. دول محامين الشركه بتاعه توحيد والنور، يعني محامين الحاج سيد سويلك نفسهم. تمام. عرضوا عليا الصلح مقابل مبلغ مالي. فانا قلت لهم انا مش هتنازل، انا كرامتي فوق كل شيء. وبعدين صرف النظر بقى، انا كرامتي انا ممكن انا الواحد يتنازل عن كرامته، بس كرامه الجهاز اللي هو شغال فيه بالمنظر ده واللي انا اتهان في الشارع، في وسط الشارع وقدام الناس والمره واللي رايحه واللي جايه، الناس المره يعني اللي في عرض الطريق. ما كانش ينفع ان انا ارضى بحاجه زي كده. هو مش اله، هو يتسأل زيه زي اي مواطن طالما اخطأ. فبالفعل راح محامي منهم قال لي طب احنا هنوجه لك تهمه سرقه وهعور نفسي واقول ان انت اعتديت عليا. قلت له والله اعمل اللي حضرتك عايز تعمله، في نيابه هتحقق وفي قضاء موجود في البلد، وللقضاء يقول عليه يسرى عليا وعليك وعلى الناس كلها. وبالفعل قام المحامي على ما اتذكر ان اسمه اسام بتمزيق ملابسه وراح محور نفسه. فدخل في الموضوع على الفور السيد المأمور اسمه عابدين عميد إيهاب عرفة، وقال لرئيس التحقيقات اشتغل في عمل المحضر وعملنا المحضر وعملنا تقرير. يعني هو قطع هدومه وعور نفسه كان قدام باب الاسم عابدين، وكان قدام حضرتك قدام القوة اللي كانت معاك اللي هي كانت جايه تشهد الواقعة حصلت قدامهم. انا اقسم لك بالله المعور نفسه مقطع نفسه في الاسم جوه في الاسم نفسه. تمام. يتفاوض معاه واخد المبلغ المالي اللي الحاج بيعطف عليا بيه حق تهزيق او حق تقطيع قميصي، لا اما يحرر ضدي المحضر. يا ريت المحضر اللي هو عمله ان انا اعتدي عليه بالضرب، لا ده كمان يتهمني باتلاف لوح ازاز زجاجي وسرقه 50,000 جنيه. انا معايا ضابط ومعايا امناء وداخلين عشان خاطر نطلع ونكسر ونضرب ونسرق 50,000 جنيه ونطلع من مقر الشركه فيها 5000 عامل. تمام.
ده وكيل النيابه لما راح عشان خاطر يعاين الشركه طلع بصعوبه. تمام. طلع بصعوبه لان مفيش اي حد بيطلع الاداره. هطلع انا ازاي واعمل القصه دي كلها ازاي؟ اه تمام. اتعرضنا على النيابه، ووكيل النيابه حقق معايا وحقق معاه. تمام. بعد التحقيق راح هم اختصموا ان قرار النيابه ان انا يخلى سبيلي بضمان وظيفتي، وان المحامي يخلى سبيله من سرايا النيابه، وجهه البحث تعمل تحريات على الواقع. تمام. راحوا هم قدموا مذكره باختصام جهه البحث اللي هو الاسم او الاداره العامه لمباحث القاهره اللي انا شغال فيها، على اساس ان انا شغال فيها وهم هيجاملوني يعني في التحريات. تمام. حق، ده اجراء قانوني، انا ده شغل المحامين هو عمله. بل بالعكس ده اختصم وكيل النيابه نفسه. ان وكيل النيابه السيد وكيل الاول النائب العام محمود التاجي جاي معايا، ان بصراحه الراجل والله جاي مع الحق وحقق في القصه كلها بما يرضي الله، لا جه معايا ولا جه معايا. تمام. ولان هي دايما المعروف عن النيابه العامه اللي هي بتحقق في اي قصه كانت او اي قضيه كانت، ما عمرها ما كانت محايده مع حد. تمام. يا حضرتك خدوا بقى حضرتك القضيه بالمذكره اللي هم قدموها، راحت للمحامي العام في محكمه زنا، اتحولت لنيابه الاستئناف في دار القضاء العام عند المستشار محمد غراب. تمام. ووقفوا القصه ان اللي هتعمل التحريات في الواقعه دي الامن العام، مصلحه الامن العام. تمام. هي اللي هتعمل التحريات. الغريب في القصه انا ما اعرفش هو اذا كان ده اجراء قانوني او ده اجراء هو غريب بالنسبه لنا، ان نيابه الاستئناف اللي اتحقق في القصه نيابه عابدين ما تحققش فيها ليه؟ وهي في ظل الدايره بتاعت نيابه عابدين. هي الواقعه في نيابه عابدين، ليه نيابه عابدين ما تحقق؟ هي اللي ماسكاها، بياخدوها من وكيل النيابه. مش عاجبكم وكيل النيابه دوت بعد احترام ليه طبعا، هيدوها لوكيل نيابه تاني، يدوها لرئيس النيابه لمدير النيابه نفسه. تمام. لكن تروح نيابه الاستئناف هي اللي تحقق في الواقعه. انا ما شفتش حاجه زي دي قبل كده. تمام. حضرتك دلوقتي وصل المفاوضات زي ما حضرتك ذكرت ان على طول بيتصلوا بيك اللي انت تتنازل عن المفاوضات بقى يعني وصلت مش ان انا اتنازل بتهديد. يعني وصلت من البدايه، وصلت بمفاوضات فلوس وبعد كده تهديد. بعد كده اتقلبت تهديد. خاف على شغلك واكل عيشك، خاف على بيتك وعيالك، خاف على حاجه ثالثه هم توصلوا اليها، ان انا ربنا كرمني وجاي لي اشاره منتدب لوزاره الخارجيه. تمام. امن السفارات في الخارج. عامه لسه ما دخلناش في الاختبارات بتاعتها، ولو ما حصلش نصيب انا مش هزعل. وهم عندهم معلومه زي دي منين؟ يعني حضرتك زي ما انت بتقول هي معلومه جات لك بالانتداب اللي هي لوزاره الخارجيه. طب هم من بره وزاره المعلومه ديت جات لهم ازاي او بيهددك بيه ازاي؟ يعني هي بنفس المنطلق اللي انت شايف ان في قيادات من الداخليه ساعدت بتساعد المذكور اللي حضرتك اعتدى عليك؟ سيد السويد. لا هي ما فيش قيادات من الداخليه بتساعده، بس القصه يعني ايه خدت اطار تهديد منه. طب ودور القيادات بتاعت اسم عابدين ونيابه عابدين؟ بس على فكره يعني للامانه مش الحاج سيد اللي هددني، ده المحامين بتوعه. تمام. للامانه يعني ما هو دلوقتي المحامين لان هم دولت اللي هيتصرفوا. الحاج سيد هم يتكلموا على لسانه. تمام. اكيد، بس انا برضو بذكر ان مش هو اللي قال. مش هو اللي قال، المحامين هم اللي قالوا. طب حضرتك دلوقتي المزايدات المفروض انا دلوقتي نازل اشوف شغلي ونازل انفذ حكم، القيادات بتاعت حضرتك كان دورها ايه في الموضوع دوت بعد ما علموا؟ معايا من القيادات الا مأمور الاسم. تمام.
والسيد مدير الامن مساعد الوزير. معنى كلمة اللي هو ما وقفش الصغير. معاك، وقف مع الطرف التاني ولا ما وقفش معاك ولا مع الطرف التاني؟ يعني خرج ايديه بره الموضوع خالص. كله خرج ايده ورا الموضوع. يعني ما وقفش مع ولا معاك ولا مع سيد لا لا لا، تمام. هو مفيش غير المأمور اللي وقف جنبي، ووقف المأمور جنبي لان انا اعمل محضر. تمام. لان كانت القصه كلها ان ازاي الامين او لحد وقتنا هذا ازاي الامين ده عمل محضر. بس مش انا مش عشان خاطر ماليش حد ولا ماليش ظهر ولا ماليش، هو مش اله عشان ما يتسالش. تمام. ده لحد وقتنا هذا ما اتسالش في المحضر. ودوها نيابه الاستئناف عشان خاطر هو ما يتسالش في المحضر. ليه هو ما يتسالش في المحضر ليه؟ لو عكسنا الموضوع واللي انا اخطات في حقه، لو عكسنا الموضوع ان انا اخطات في حقه، هطلب ان نيابه الاستئناف هي اللي تسالني وانا ما اتسالش لحد وقتنا هذا؟ ازاي؟ الاطراف كلها تتسال وهو ما يتسالش ليه؟ هو مش اله جاي نازل من السماء. تمام. انا يعني بصراحه وانا رساله بوجهها، انا املي في القضاء كبير، واللي ربنا عايزه هو اللي يكون في الموضوع. انا اتاذيت ما اتاذيتش مش مشكله، بس انا عايز حقي. وحقك برضو زي ما حضرتك ذكرت، حقك اللي انت عاوزه اللي هو حقك بالقانون، لانك انت حضرتك منفذ للقانون في الشارع ومنفذ القانون على الشعب المصري. فحضرتك تم الاعتداء عليك من جهة سيادية مثلا او ايا كان من شخص معين، شخص بعينه تم الاعتداء عليك، فحضرتك طلبت حقك بالقانون. طلبت حقي بالقانون لاني صرف النظر ان هو اعتدى عليا. حضرتك ده اتهمني بالسرقه، انا مش نازل وسايب بيتي وسايب 3 عيال ورايا، انا متجوز معايا 3 اولاد، مش نازل عشان خاطر اسرق اخش عنده اسرق 50,000 جنيه، واللي عايز يسرق 50,000 جنيه مش هيروح بظابط وامنا. تمام. وانا يطلعوا على ملف في الداخليه. ما عنديش الحمد لله يا رب العالمين غلطه، جميع تقارير امتياز، انسان الحمد لله رب العالمين، انا مش هشكر في نفسي، انسان محترم. انزل اشوف شغلي اتهم بسرقه 50,000 جنيه؟ ده فين الكلام ده؟ ممكن حضرتك توجه كلمة، يعني توجه كلمة للقيادات اللي المفروض عارفة حضرتك كويس وعارفة اللي بيبعتوك مأموريات عشان تنفذ شغلك فتم الاعتداء عليك وهما ما وقفش جنبك، او مش معنى كلمة اللي هو وقف جنبك، خلينا لفظيا اللي هو المفروض كان يقف جنب الحق، لانه ده دوره دوت، المفروض اللي هو حاطط مكان الامن للشعب المصري. تمام. ممكن حضرتك توجه كلمة ليهم؟ والله الكلمة الوحيدة اللي أنا أوجهها لكل من هو ما وقفش معايا في الموضوع دوت، وكل من هو بيسعى في الموضوع دوت، إن أنا اللي أطلع في الموضوع دوت الجاني مش المجني عليا، بقول لهم بقالوا حس حسبي الله ونعم الوكيل. تمام. سؤال اخير حضرتك، انت دلوقتي مش بتتكلم عن الواقعة مش كطرف سياسي، يعني حضرتك انت عاوز حقك بالقانون مش كطرف سياسي او دوت ليه معارف سياسية فالموضوع كده يعتبر خلص او بالتليفون يخلص. تمام. حضرتك انت عاوز تجيب حقك بس بعيد عن السياسة. هما بالفعل يعني محسسيني او بيوصلوا لي بطريقة سواء مباشرة او غير مباشرة ان البلد بلدنا وانت في الاخر مش هتاخد حاجة. ممكن حضرتك توجه كلمة لوزير الداخلية؟ والله أوجه كلمة لوزير الداخلية، بقول له إن الراجل من رجالتك اتهان في الشارع. إن الراجل من رجالتك اتهان في الشارع، زي ما راجل من رجالتك مات في سينا، وزي ما إخواتنا وحبايبنا، مش هنقول ولادنا لأن أنا سن صغير، ماتوا في رفح وماتوا هنا وماتوا هنا، كله بيقضي واجبه من أجل البلد دي. فكل من هو ما بيقضيش واجبه للبلد ديت حسبي الله ونعم الوكيل. سؤال بقى اخير حضرتك، اللي انتوا كنتوا نازلين تنفذوا عليهم الحكم خدتوهم او لسه موجودين دلوقتي في مكان عملهم؟ والله انا عن نفسي ما رحتش مقر الشركه من تاني، مش هينفع ان انا اعمل تحريات تاني في الموضوع لان مش